يا مساء الفل. ثانية واحدة، أنا مين وبعمل إيه هنا وليه عملنا الفيديو ده بلا 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 بلا. طيب. أنا مين؟ أنا اسمي كريم عبد العزيز، مالتي ميديا سبيشالست، بقالي أكتر من 7 سنين في السوق المصري والسوق الخليجي. ليه عملنا الفيديو ده؟ ده فيديو يوتيوب. هتلاقيني بعمل كونتنت مفيد عن البرودكشن على تيك توك. هيطلع لك هنا النهارده 30 سبتمبر. الفيديو ده بيتصور الساعة 3:03 الفجر. ادوبي اعلنت في اول الشهر ان هي هتنزل نسخه ادوبي بريمير بس للموبايل. هي كده كده موجوده للماك وموجوده للويندوز، ولكن احنا الفيديو ده بكل بساطه هو معمول للموبايل. فلو انت بتمنتج على الموبايل، فدلوقتي ادوبي بريمير قررت ان هي تنزل السوفت وير الجديد بتاعها اللي هو ادوبي بريمير بس على الماك، على الايفون. لسه مفيش حاليا اي بيان رسمي من ادوبي ان هي هتنزله للاندرويد، بس هل هينزل؟ اعتقد بنسبه كبيره. طيب الفيديو ده هيبقى لذيذ سريع، بنتكلم فيه عن ادوبي بريمير للموبايل، ايه الحاجات الجديده اللي هم عملوها، ايه اللي موجود فيه، مقارنه ما بينه وما بين كاب كات المنافس التقيل بتاعه بمعنى اصح، لان كاب كات هو موجود من زمان. ثانيه واحده، في مايو 2019. طيب في مايو 2019، فده يعتبر منافس قديم لبريمير، ودلوقتي بقى هو اكتر سوفت وير مكتسح في السوق بتاعنا. هل النسخه اللي على الموبايل هتنافس النسخه بتاعه الماك او الويندوز؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. هنا جالي ايميل من اب ستور ان انا كنت عامل اصلا ليه بري اوردر، فجالي يوم 29 وهو الميعاد الرسمي المفروض اللي ينزل فيه يوم 30 سبتمبر. تعالوا نبص عليه بصه سريعه. هنبدا ننزل الابلكيشن دلوقتي ونفتحه ونشوف. هنا في بقى شويه فيتشرز انا اول لما شفتها يعني زي ما تقول زعلت وفرحت في نفس الوقت، ان هو في الابديتس بتاعه الاي اي اللي انت تقدر تعمل جنريت بالاي اي لاي حاجه. بس هنا المشكله في حاجه صغيره، ان هي هتكون باشتراك شهري 400 جنيه في الشهر او 4000 جنيه في السنه، فده رقم صراحه كبير شويتين، ولكن هنشوف. طيب هنا دي الواجهه بتاعه الابلكيشن، هي سلسه. اول لما تدخل عليه هو عامل لك ويلكم تو بريمير، فمفيش اي حاجه. عامل لك الجايد بتاعه اللي هو في البدايه، وعامل لك السينماتيك كلر اللي هو كده كده الفلتر اللي هو برضه ستيل موجود في كاب كات. فلغايه دلوقتي مفيش ميزه تخليك تروح لبريمير، فواحده واحده بقى خليك معايا من هنا. طيب هو هنا بيقول لك نيو فروم فوتو لايبراري. تعال نضيف فيديو سريع. ده فيديو من الكونتنت بتاعي، بس هو كده كده اوريدي معمول له مونتاج. بس تعال نشوف ايه الفيتشرز الداخليه اللي موجوده فيه. لما بتدوس على الفيديو هنا احنا عندنا 3 ايكونز. اول حاجه الفيديوز والايمج، وبعدين الميوزك والاوديو، وبعدين التايتلز والكابشنز. وهنا انا كنت شفت الابلكيشن قبل كده قبل ما اعمل الفيديو ده، فلما بصيت على الكابشنز للاسف ما فيهوش كابشنز عربي ده لغايه دلوقتي، وده لسه الفيرجن الاول، فاحنا مش عايزين نكون قاسيين بادوبي دلوقتي. فهو لغايه دلوقتي مفيش كابشنز. حتى لما انا جربت قبل الفيديو ده، قبل ما اصور الفيديو ده بمعنى صح، ما كانش فيه اي كابشنز عربي. كل اللي لقطه الكلمات اللي هي الانجليش بمعنى صح، فلسه لغايه دلوقتي ما ضافوش، فاتمنى ان هم يضيفوها. طيب الميوزك والاوديو، هنا تقدر تضيف الساوند تراك، نبص عليها. هنا ضايف لك ساوند تراكس ممكن تشتغل بيها عادي، والفويس اوفر لو انت عايز تريك بديله اكسس على المايك، وهنا ببدا الفويس اوفر باين قدامي. وبعدين الساوند افكتس اللي احنا اوريدي كده كده كاديتورز كلنا عارفينها. بعدين الجنريت ساوند افكت، ودي هي ميزه هي لذيذه شويه. الذكاء الاصطناعي هو دلوقتي بقى منتشر في حياتنا، فاحنا المفروض اللي احنا بنستعمله اكتر ما هو يستعملنا. فتعالى مثلا نجرب نقول له ان هو يعمل ووش، ورينا ممكن يجنريت ايه. بس هنا الفكره في حاجه بقى، ان هو بيجنريت ب 10 كريدتس، وهو كل شهر بيديك حوالي 4000 كريدت. يعني هنشوف برضه عشان نشوف بس الصوت. دي النتائج. طيب يعني هي النتيجة ما طلعتش أدق حاجة، بس يجي منها لو كتبت برومبت كويس عليه. تعالى مثلا نعمل دروب بيت.
ونشوف هيطلع لنا ايه. هو ده مش ساوند افكت عموما، يعني ده من اولها. هو بيلعب درامز حرفيا، ما عملش بيت دروب. طيب نجرب هيت. ده ساوند افكت انا بحب استعمله الهيتس عموما. ماشي، نتيجة الى حد ما كويسة. ده مش صوت هيت خالص ولا ده صوت هيت، بس يعني هو طلع نتيجة كويسة من 4 نتائج عموما، فدي كبداية هي مبشرة. فدي أول ميزة الجنريت للساوند افكتس. تعال نخش على بعده الاكستراكت. والاكستراكت كده كده هو بيفصل لك الصوت عن الصورة لو انت عايز تعدل الصوت لوحده. والميوزك بتاعتي، بس هو بيقول لي ان انا اصلا ما عنديش ميوزك في اللايبراري بتاعي. والفايلز لو انت برضو نفس الفكرة، لو هتضيف مثلا فويس اوفر او هتضيف اسمها ايه ميوزك خارجيه او ساوند افكتس خارجيه على موبايلك. فدي اول ميزه انا اكتشفتها حاليا دلوقتي، يعني حتى ما بصيتش على الابلكيشن اصلا، بس دي ميزه انا لسه شايفها دلوقتي حالا. فدلوقتي التايتلز خسرانه. دلوقتي التايتل اللي هي موجود مثلا تعالى مثلا نكتب نشوف هيبقى زي الماك ولا لا. ماشي، نفس شكل الادجستمنت لاير اللي بتضاف على بريمير. الستايل لو انا عايزها في شيب، لو انا عايزها بشكل تاني. الفونتس مديني فونتس كويسة. مش عارف هنا هل اقدر اضيف فونتس ولا لا، بس دي هتكون ميزة فارقة جدا لو هي موجودة، لان انا بعاني فيها في كاب كات. هي غالبا مش موجودة فتمام. الكالر والاوباستي بتاعته لو انا عايز اخففه، واللاي اوت الشكل بتاعه، هل انا عايزه من الجزء كله يكون يمين او شمال او معمول لسنتر بالشكل ده لو انا عايزه متسنتر، ولا انا عايزه يكون من على اليمين. وفي تمبلتس هنا بس هي مش عملية، بس مش مفيش اي حاجة حرفيا نقدر نضيف بيها. ف تكست الى حد ما لذيذ. في هنا انيميشن وهو الفيد. تعال نشوف الفيد الى حد ما كويس. وبعدين السلايد بيجي من الشمال لليمين، وبعدين الروتيشن. يعني هو مفيش غير 3 حركات في الانترو والاوترو، 3 حركات بس، مفيش اي حاجه. تقريبا مفهوش حتى السلايد بار اللي احنا نقدر من عليه الكاستم انيميتد جراف. لو انت بتموشن هتفهم قصدي في الحته دي. ماشي، يعني التكست مفهوش اي اضافات، ف هنسكيب التايتلز ما فيهاش اي حاجه لغايه دلوقتي. الكابشنز للاسف كانت مخيبه للظن، بس احنا لسه بنتكلم ان الفيرجن ميعاد الرسم هينزل يوم 30، واحنا النهارده لسه يوم، هو انا جربت يوم 29 وهو لسه احنا بنتكلم ان ميعاده هينزل يوم 30، وهو كان لسه حرفيا بيتعمل له ابديت. ف خلينا نشوف واحده واحده هل هم هيطوروا من الحاجات دي ولا بس دي فيرجن اوليه. هنكليك على الفيديوز بقى ونشوف فيه. هنا في ريبليس، هنا اقدر اريبليس باي فيديو انا عايزه، ودي حاجه كويسه. بعدين الفوليوم هقدر اعلي الصوت او اوطيه براحتي، هنرجعه 100 زي ما هو. وبعدين الاوديو فيد، الفيد ان والفيد اوت هتشوفها موجوده في الجراف الصغير. في جراف هنا طلع بمجرد لما عملت الاوديو فيد، بس نمسح اللي عملناه ده والاوديو فيد. فهنا الفيد بيزيد مع عدد الثواني اللي انا عايزه، ولو رحنا للفيد اوت فبالتالي برضو هيبدا يبان الجراف بتاع الفيد اوت. طيب ده بالنسبه لي الاوديو فيد. الانهانس سبيتش، وده غالبا بيبعت سورس الصوت بتاع الفيديو الداخلي على ادوبي بودكاست. وادوبي بودكاست هي يعتبر من احسن الويب سايتس اللي انا بشتغل بيها في معالجه الصوت. لو في مشكله كبيره انا مثلا مش قادر اعالجها، فاعتقد ان هو لذيذ، بس مش هينفع اجربه لان انا كده كده منتج الفيديو ده والصوت بتاعه طلع كويس. هنا الاكستراكت اوديو طلع لي هنا الاوديو لوحده لو انا عايزه، بس انا سكيبه دلوقتي مش دوره. نيجي على الفيتشر اللي بعديها وهي ريموف باك جراوند، نجربها. هو هنا عزلها، طبعا هي مش افضل نتيجة عشان هي لسه محتاجة ادجست، بس هنا الادجست بيفتح على لا حول ولا قوة الا بالله. نرجع على ريستور باك جراوند. هي هنا عزل الباك جراوند رغم ان انا كنت مصوره في استوديو وموزع الاضاءة صح، بس يعني
النتيجه هي مش اقوى حاجه، بس هي ستيل كويسه كتجربه اوليه. فهنرجع الباك جراوند بتاعتنا، هنخش على اللوكس. هي لوكس قريبه شويه من الايفون، يعني اللي معاه ايفون هيعرف اللوكس دي عامله ازاي، بس للاسف برضو مفيش اي حاجه او كاستم حاجه نقدر نضيفها مثلا، او لات خارجي زي ما احنا بنعمل في بريمير. اللي احنا عايزين نضيف لات، احنا بنضيف عادي، بناخد الفايل نحطه في بريمير وينزل، بس هنا لسه مش موجوده. نكمل. بالنسبه للادجست فهو الاكسبوجر والكونتراست والهايلايتس والشادوز والوايتس والبلاكس، ده في اللايت. وبعدين الكلفن لو انت عايز تعدله، وبعدين التنت والفايبرنس والساتوريشن، بعدين الميكس لو انت عايز تعدل لون معين، مثلا لو انا عايز اغير الازرق. نكمل. هو هنا عامل نتيجه كويسه، يعني حتى ناحيه دقني هو فاصلها، يعني موزعها بشكل صح، مش موزعها سوري، هو جايبها بشكل صح. فالهيو هنا هو كويس. نرجع زي ما احنا، تكتين بترجعه للصفر عموما، عشان لو انت مش عارف او لو جربت الابلكيشن. نرجع للجريدنج. الهيو لو انا عايز اغير الهيو بتاع الفيديو، هو هنا فاصل، هنا فاصل زي الادوبي بريمير اللي في السوفت وير، ان هو هنا في ثانيه واحده في خانه اليومتري كلرز، هي فيها حاجه كويسه، وهي فكره الكلر ويل. كلر ويل مقسومه في بريمير على الماك او الويندوز عموما ايا كان، الميد تونز والشادوز والهايلايتس، فهنا برضو هي ستيل موجوده، فدي برضو حاجة كويسة. بعدين الفينتج والجرين، الحاجات دي كده كده مش بنحتاجها كتير. فنكمل. ده كده اللي موجود في الادجست. الاوباستي كده كده معروفة، اللي بخفف بيها شفافية الفيديو بمعنى صح، دي كده كده ستيل مش هنحتاجها. والسبيد السرعة بتاعته، والريفيرس لو انا عايز اشغل الفيديو بالعكس او اللي انا اعكسه ورايح دماغي. والفريز، ان هنا عملت فريز فريم على بريمير، اقدر اعمل له ريدو عادي. فلغايه دلوقتي التجربه لذيذه الى حد ما. طيب دخلنا على الفيل. لو انا عايزه يعمل فيل، الفليب، فليب هوريزونتال وفليب فيرتيكال، والباك جراوند. ودي لو انا شلت الفيديو كده فهو عامل بلور للباك جراوند اصلا، وهنا قلبها لي بلاك اند وايت. نرجع كل حاجه بقى زي ما هي ماشي. وفي انيميشن، الانيميشن ده مش الانيميشن بتاعنا عشان بس دماغك ما تروحش لبعيد. الانيميشن ده اللي هو الانترو والاوترو بتاعت الفيديو، سواء هي فيدد او سلايد او روتيت، فدي برضو ستيل نفس الحاجات اللي موجوده. دي كده البانل بتاعت الفيديو اللي طلع لنا. هنا بقى في حاجات ممكن نزودها زي الجنريت ايمج، ودي كده كده بتكون من ادوبي فاير فلاي اعتقد، فممكن نجرب برضو اللي احنا نعمل جنريت. بما ان انا راجل بحب الفضاء، فممكن نعمل جنريت جالاكسي، وهنخلي الاسبكت ريشيو لاندسكيب، للاسف هو مفيش 9:16، هنخليه اوتو دلوقتي. والكونتنت تايب هنخليه بصيغه الارت ماشي. وهنا هو بياخد كريدتس، هنا انا معايا 3720 كريدت، فنشوف هو هيخصم مننا قد ايه. نجرب اللي احنا نشوف الصوره. طيب هو هنا طلع لنا نتائج لذيذه، يعني انا بحب صراحه الستايل ده. ولو جربت ان انا استخدم الايمج فهو نزلها لي هنا عادي. هنا بقى يعني ثانيه واحده ارجعها تاني، هنا هتكون في حاجه مفيده شويه. لو انت بدل ما انت بتروح تدور على ستوكات، فانت تقدر تضيف الاستوكات بتاعتك، هتعمل لها جنريت بالاي اي موجوده جوه السوفت وير نفسه. فدي ميزه ما اعتقدش ان هي موجوده في كاب كات، بس هي ميزه حلوه تقدر تستخدمها وتطلع منها حاجات كرييتيف هتخدم على شغلك شويه. طيب بعد ما شفنا البانل دي جنريت ستيكر، ممكن مثلا نعمل انجري فيس، نجرب كده هيطلع لنا ايه. عايز اعرف بس هو خصم كام. هو ما خصمش، لا شكله عبيط، ما علينا نكمل. هنجرب اللي احنا دلوقتي نجنريت ستيكر ونشوف الكلام على ايه. بدأ يحمل يا مسهل، لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي هو يعني مطلع نتائج كويسه، بس خلينا نقول ان ستيل البرومت هو مش مظبوط، فاحنا بنتست نتائج سريعه. فهو ستيل البرومت لما يكون اكيوريت 100% للاي اي هو بيطلع نتائج لذيذه. فدي برضو حاجه مهمه عشان ما تاخدش ان دي النتائج اللي هو بيطلعها، لا انا البرومت بتاعي مش مظبوط.
فدي برضو نقطه. وبعدين الايمج تو فيديو دي برضو ممكن نجرب، ممكن ناخد اي صوره. طيب ممكن ناخد صوره للشورت ممكن ناخد صوره الشنطه دي ونشوف هو ممكن يطلع ايه. طبعا هو هنا الريزوليوشن 540 720 ال 1080 بفلوس. وادوبي للاسف ما زالت بتلعب نفس اللعبه القذره، عايز هتدفع هعديك، هوريك اللي عمرك ما شفته بمعنى صح. مش هتدفع اخرك معايا 720 بي، بس يعني تقدر تشتغل ب 720 وتعمل لها سكيل 125%، بتبقى 125% وهتطلع برضه نتيجه لذيذه. شغل دماغك عليهم. طيب تعالى نكتب البرومت سريع. اسبكت ريشيو هنا مظبوط، تمام. استنى نشوف هيعمل لنا جنريت ليه. ما زلت بقول ان البرومت مش اكيوريت 100%. دي حاجه سريعه عشان وقت الفيديو داخل على 24 دقيقه. يا ساتر ماشي، ده احنا هناكل ضرب في المونتاج. طيب يعني هو هنا ممكن نعمل يوز فيديو نضحي ب 250 كريدت. هو ما ضافهاش يا ولد النص، لا ضافها، طلعوا ناس امينه. تعال نبص عليها. طيب يعني هو حولها ل 3 دي. هي طبعا برضه ستيل مش طالعه بنفس الفكره، مش طالعه مظبوطه 100%، بس ده الطبيعي لان احنا بنتست لسه في مرحله التست. هو فكره حلوه ان هو حولها 3 دي، بس هو حولها، حاسس ان هي حولها شنطه سفر، وهي يعني مش شنطه سفر، هي شنطه معدات. بس النتيجه بالنسبه للصوره هي ستيل كويسه. هنا بقى الفايلز والبلانك دي حاجات كده كده اوريدي اساسيه، يعني دي حاجات مش محتاجين ان احنا نشرحها، هي حاجات كده كده في البيزكس. في الميوزك زي ما قلنا كل حاجه موجوده. طيب نيجي بقى دلوقتي للصوت ونشوف هل في فيتشرز حلوه زي الفيديو ولا لا. طيب هنعمل اكستراكت اوديو دلوقتي وهناخد الكتكوت ده. طيب مفيش اي حاجه، مفيش غير اوديو فيد ان وفيد اوت. الفيد ان واوت اخره 10 ثواني، كذلك الفيد اوت، فمفيش حاجه عموما. دوبليكيت لو انت عايز تعمل له نسخه تانية تقدر ترجعها لورا، تاخدها نسخه على نسخه، وانت مثلا عايز تحط ميوزك على الفويس اوفر بتاعك وهكذا. بس هو ستيل مفهوش غير الانهانس سبيتش، وده كده كده موجود في ادوبي بودكاست. فدي حاجه هتوفر عليك، بدل ما تعمل اكستراكت للصوت وترفعه على ادوبي بودكاست وبعدين تنزله تاني وبعدين ترجع الفيرجن المعدله الفيرجن المتعدله للنسخه تاني، فهو وفر عليك وبيعالجها لك جوه السوفت وير. طيب هل في اي حاجه تاني نجربها؟ اي حاجه هنا في الاسبكت ريشيو، لو انت هو رابطها لك، بس للاسف هم مش حاطين الابديت الجديد بتاع انستجرام اللي هو 5000 ده في 1080. يا رب بكون بقول المقاس صح، يعني لو مش صح هكتب المقاس الصح الجديد اللي هو دلوقتي ترند على انستجرام. 16 ل 9 اللي هو العرض بتاعنا، و9 16 مقاس الريلز، و4 3 لليوتيوب ولينكد ان، 3 و4 عادي، و1 و1 على بنترست وتويتر، 4 و5 لسه على انستجرام هو 1 و1 1 ل1 بمعنى صح، و3 2 2 3 5 4. طيب هي نفس المقاسات بتاعتنا، مفيش اي حاجه مختلفه. طيب دي كده يعتبر الواجهه. نشوف الايكونز اللي هنا ايه نظامها. هنا الايكون بتاعه الفلوس ادفع، بتاعه الجنريت لو انت احتجت كريدتس اكتر، ودي كده كده هي حاجه مش جديده على ادوبي لان هي كده كده موجوده اصلا في السوفت ويرز الاساسيه لو انت مشترك في الكرييتيف كلاود بتاعها. طيب هنا بقى لو عايز اعمل له اكسبورت، ريزولوشن 720 و 1080 و 4K، الفريم ريت من 24 ل 60 فريم، مفيش 120 فريم ولا الحاجات دي، والكواليتي لو الاكسبورت بتاعك هيكون لو او ميديوم او هاي. واعتقد من السايز اللي قدامي ان هما هيكونوا تقريبا متقاربين، يعني انت الفرق تقريبا بتاع 6 ميجا تقريبا. بريمير ديسكتوب هنا بقى في ميزه انا لسه برضو بكتشفها دلوقتي، وهي فكره ان انت تقدر تبعت البروجكت ده لبريمير. فنجرب نشوف بريمير اللي هنا هيجيب لنا ايه. بس هو بيقول لنا اللي احنا بيبعت نسخه للكرييتيف كلاود، فهنشوف هنقص من الفيديو لغايه لما الاستاذ يرفع عشان النت وحش للاسف. الفيديو ده عموما بيتصور الساعه 4 الفجر، يا رب نلحق ننزله بكره. طيب هو دلوقتي بيقول ان البروجكت بقى على ادوبي كلاود ولازم يتفتح بيه النسخه البريمير البيتا، واحنا للاسف ما عندناش البيتا للاسف. دي حاجه انا ما اقدرش اقولها، بس يعني اعتقد كده كده السينك ما بين السوفت ويرز بتاعت ادوبي هو
لغايه دلوقتي انا بقالي 8 سنين شغال بيه، فهو عملي فشخ. فهو ما اعتقدش ان هو ممكن يهيس على الموبايل، ولكن هنجربه ونسيبه في الكومنتس هل الموضوع نفع اصلا ولا لا. هنا البلاي لو انا هتحرك فريم، وهنا لو انا هتحرك لاخر الفيديو او للفيديو، البلاي والبوز. هنا اقدر عموما اعمل الريسايز بتاع ده، مش عارف اسمه ايه. الميزه دي هتكون كويسه لان انا تقريبا ما كنتش بلاقيها في كاب كات، وهي السايز ده اللي انا اقدر اعمل السايز ده. يعني تقريبا كاب كات كان بيجبرني على مساحه معينه، فهنا هي هتكون عمليه للناس اللي هي بتحب ان هي تعمل ساوند ديزاين للفيديو كله. فميزه صغيره بس بتفرق مع ناس كتير. وزي ما قلت هو لسه الموضوع ده هو لسه نازل، فمحدش يقدر يقول حاجه دلوقتي. فاحنا بنجرب التجربه الاولى. هل التجربه الاولى مبشره بنسبه 60%؟ انا راضي عن الموضوع، رغم ان انا مش بستمتع بالايديتنج على موبايل او مش بشوف ان هو شيء عملي، لان كده كده المونتاج اتخلق له سوفت ويرز. بس يعني الشركات دلوقتي بتحاول ان هي تسهل الموضوع اكتر عشان تدخل الموبايل، لان الموبايل دلوقتي بقى في المنافسه سواء في التصوير او في المونتاج، فهو كده كده ده شيء لا غنى عنه. فالسوق دلوقتي بقى طالب ده، ولكن انا ما زلت مقتنع بوجهه نظري في الحته دي ان المونتاج التقيل والمحترم، رغم ان انا بشوف فيديوهات للاجانب هي معموله حرفيا على كاب كات والموبايل مطلعين نتائج خزعبليه، بس ده ستيل في منافسه. يعني في منافسه ما بين ده وما بين ده. يعني حته الموبايل ده بقى بينافس ده حاليا، سواء في الكاميرا، في التصوير نفسه، او في المونتاج نفسه. دلوقتي مثلا بقينا نشوف سوفت ويرز كتير زي مثلا كاب كات، ده التوب يعتبر، واديتس اللي نزل من فتره على انستجرام بس للاسف انا ما جربتوش. وكان في زمان في ان وكي ماستر للناس اللي حضرت الحاجات دي، كانت الحاجات اللي انا بمنتج عليها زمان، خصوصا كي ماستر. ودلوقتي بقى في ادوبي بريمير. مش عارف اللعبه هتتغير ولا لا، بس اتمنى ان هي تتغير. هنا بقى بالنسبه لباقي الفيتشرز، هو هنا الايمج للفيديو دي احنا جربناها، وبعدين الجنريت ايمج ودي احنا برضو جربناها، بس ما جربناش الاكسباند ايمج اللي هو ده موجود على فكره للفوتوشوب. الناس اللي بتشتغل ديزاينرز الميزه دي موجوده في ادوبي فوتوشوب. فاحنا ممكن مثلا ناخد صوره من الكواليس بتاعتنا، نقول مثلا ان احنا عايزين نخلي الصوره بالعرض، هنخليها مثلا مقاس واسع لان هي الصوره كانت مقاس مربع، فدلوقتي احنا هنخليها مقاس مستطيل اللي هو 16:9، يعني من 1:1 ل 16:9. فاحنا هنشوف النتائج هل هي نتائج متقاربه مع الفوتوشوب، بما ان انا بستخدم برضو الفوتوشوب في شغلي، خصوصا الجنريتيف فيل الموجود فيه، ولا لا. يعني هنشوف كل حاجه هتبان. اول نتيجه مش حلوه، هو خد اللاب معاه حرفيا وعمل حاجه غريبه، عمل بؤره هناك مش عارف ايه البؤره دي، والجنب اليمين يعتبر هو كويس. هنا النتيجه دي للاسف وحشه، النتيجه دي الى حد ما هي منطقيه شويه، والنتيجه دي برضو منطقيه، يعني 2-2، يعني مطلع صورتين حلوين، فهي ستيل النتائج كويسه بالنسبه ان ده اي هو لسه بيتعلم ولسه بيفهم مننا احنا عايزين ايه كبشر بمعنى صح. نيجي لخلاصه الفيديو. هنا مفيش اي حاجه، هنا بيقول لي الكريدتس بقت 0 اصلا. ضحكتوا عليا في 4000 كريدت خلصانه بقى، محدش يشتغل على السوفت وير ده، عشان عموما بقى محدش يشتغل عليه. طيب عموما ده كده كده اول فيرجن، ده الفيرجن الثالث تقريبا زي ما هم كاتبين 25/3، فده يعتبر النسخه الثالثه. مش عارف هم نزلوا النسخه الثانيه امتى، بس هي النسخه لسه اصلا نازله يوم 29 والنهارده 30 الساعه 4 الفجر، فهم مش عارف هم عملوا 3 ابديتس امتى، بس يعني ما اعتقدش ان ده حاجه منطقيه. وهنا السيتنجز ما فيهاش اي حاجه فيها لو انت مش عايز تبعت الانفو الخاصه بيك او شغلك والحاجات دي، ولو انت مش عايز تشير البيرسونال انفورميشن بتاعتك دي تقدر تقرا عنها. والاستخدام الثيرد بارتي اللي هو ده تقريبا بيكون داخل فيه ده بيكون داخل فيه الاي اي، وديليت ادوبي اكونت، ودي كده كده هتحصل قريب ان شاء الله، فربنا يستر. وهنا ديسكورد، عاملين ديسكورد كوميونتي، والكوميونتي بتاعتهم والفيدباك والهيلب. يعني كسوفت وير هو لذيذ. هل هيبقى منافس لكاب كات؟ نقفل بس البتاع ده. هل بريمير ينافس كاب كات؟ لو بنتكلم على شركه ادوبي بوجه عام، سواء هي مخصصه ان هي السوفت وير ده للموبايل او للماك والويندوز، بس باللي انا شفته اعتقد ان هم الميزه الوحيده اللي تخليك تروح لادوبي بريمير على الموبايل هي حاجه واحده بس، وهي ان الاي اي بقى موجود فيه، يعني هو بقى مدعم بالذكاء الاصطناعي.
في كاب كات على حسب ما انا فاكر، لان انا بقالي كتير ما استخدمتوش فمش عايز اكون ظالم ليه، وهو ان الاي اي اللي موجود فيه كان في الاوديو سبيتش، اللي انا اقدر احسن الصوت بمعنى صح لو في نويز او في دوشه جنبي او حاجه، فدي برده كانت بتطلع معايا نتائج كويسه. كانت برده الميزه فيه اللي في كاب كات وان اللاتس اللي فيه كويسه الى حد ما في نسخه برو بالذات. يعني لما انا اشتريتها كان في لاتس كويسه جدا، دي كانت بتفرق معايا شويه في شغلي لو انا عايز اعمل لاتس سريعه واقدر برضه اعدل عليها. بس للاسف في بريمير هي مش موجوده دلوقتي، مفيش حتى اللي انا اقدر اضيف لاتس خارجيه، فمش عارف. لو سالتني على رايي ف مش عارف برضه، ما اكدبش عليك، بس زي ما قلت لك هي الميزه الوحيده اللي انا شفتها ان هو في الايمج للفيديو، اللي انت تقدر تحول الصوره لفيديو، ده رقم واحد، ودي احنا شفنا لها نتيجه مش نتائج كويسه. واللي انا اقدر اعمل جنريشن لايمج كامله، فدي برضو كويسه. والحاجه الثالثه اللي برضو هي كانت كويسه الاكسباند بتاع الايمج، فدي برضو هي ستيل كويسه. التجربه بتاعتي انا ككريم، واحد بيمنتج او متعود ان هو يمنتج على حاجه زي دي، لو معايا سوفت وير زي ده الفوكس راح يلهوي. هل انا كواحد دلوقتي بيمنتج بقاله 7 سنين على بريمير وعلى كين ماستر وعلى في ان وعلى فيفو لو حد حضره، وعلى كان اسمه ايه ايا كان كواحد حضر سوفت ويرز قديمه، انا بقول لك ان ده هو لذيذ بس للمبتدئين. لو انت عايز حاجه ادفانسد فيها الجراف بتاع الانيميشن، فيها لاتس كتير، فيها امكانيات اللي انت تعدل او تاخد فيتشرز اكتر، هقول لك روح لكاب كات. بس هل بريمير هيكون بنفس الفيرجن الهاديه دي؟ مستحيله، مش تفكير شركه ادوبي خالص. فيعني اتمنى ان اول فيديو ده يكون فادك، يا رب ما اكونش رغيت كتير، رغم ان انا شايف دلوقتي على الكاميرا اللي انا بصور بقالي 40 دقيقه، فربنا يستر في المونتاج برضو. فلو الفيديو فادك ما تعملش لايك وسبسكرايب والحاجات بتاعت الناس المشاهير دي، ادعي لي بس، ده اللي انا عايزه، ادعي لي دعوه حلوه او ربنا يصلح الحال، يعني ده اللي اقدر اقوله حاليا. فدي كانت التجربه بتاعتي، هي كانت تجربه سريعه بالنسبه ان لسه ما حدش نزل مراجعه لبريمير ولا حتى قارنه بكاب كات بشكل سريع. فهل الموضوع هيبقى عملي؟ هنشوف في المستقبل النتيجه هتكون عامله ازاي، الله اعلم 6 شهور الجايين ادوبي هتطور منه ولا هتخليه بنفس الفيرجن دي. بس من وجهه نظري لو خليته بنفس الشكل ده ما اعتقدش ان هو يقدر ينافس كاب كات. لو انت هتقول لي دلوقتي على الترتيب، كاب كات هو يجي في المقام الاول لغايه دلوقتي، سواء انت كاديتور على بتمنتج على اللابات او الستيشن او متعود على المونتاج التقيل، هناك هيساعدك شويه، لان انت لو انت عايز تعمل حاجه بالموبايل سريع او لو انت عايز حاجه تسعفك هيبقى هيشغلك جدا. ولكن بريمير للاسف لسه بدري عليه قوي. بس يعني كاب كات نزل زمان في 2019 في شهر مايو، شهر 5 تقريبا، مايو شهر 5 نزل في 5 2019. وانا فاكر ان انا لما جربته اول مره هو كان اقل من بريمير دلوقتي، عدى حوالي 6 سنين من 2019، اكتر من 6 سنين على كاب كات. بس هو دلوقتي اكتر فيرجن مرعبه منه ان هو مدخل حاجات كتيره جدا. ف نستنى ونشوف ادوبي هتنزل ابديتس ولا لا. واللي شاف اول فيرجن لادوبي زمان قوي على اللابات هيفهم قصدي ايه في الحته دي، لو حد حضرها يعني او من الجيل القديم. الفيديو كده خلص، يا رب يكون فيه افاده، يا رب يعني بنحاول. فزي ما قلت لك لو مهتم بالكونتنت اللي انا بعمله هتلاقيني شغال على تيك توك، هتلاقيه هنا، يا رب تكون ظاهره صح. بس ولو عايز تبعت لي على فيسبوك فانا برد هناك برضو، ممكن تعملي هنا. ولو عايز تتفرج على اي حاجه انا بنزلها هتلاقيني برضو بنزلها على انستجرام. فبيس وسلام.